السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في قضية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا له، عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي تشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق افاست، أداة تنظيف الفيروسات. التطبيق ده مساحته 33 ميجا، محمله أكتر من 100 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالموبايل لتنظيف الفيروسات. لو انت معاك موبايل بتخش على مواقع كتير على الانترنت، بيجيلك لينكات تدخل عليها، حابب ان انت تنظف الموبايل بتاعك من اي فيروسات، من اي هاكر، من اي نظام احتيالي، من اي حد ممكن يحاول ان هو يخترق الموبايل بتاعك علشان ياخد التطبيقات اللي عندك، يسرق الفلوس بتاعتك. الكلام ده كله بيكون مبعوثة عن طريق لينكات او حاجات زي كده. فالتطبيق ده بيقدر يساعدك على الموضوع ده. من خلال التطبيق ده ان انت لو دخلت على اي تطبيق او حملت اي تطبيق من على متجر على جوجل بلاي او على اب ستور، او دخلت على اي موقع على الانترنت او اتبعت لك لينك ودخلت عليه، فبيقدر التطبيق ده ان هو يبعت لك رسالة تحذير ويقول لك ان التطبيق ده الغرض منه إن الاحتيال والسرقة. ولو دخلت على برضو على موقع الانترنت بيعرفك ان الموقع ده خطر واخرج منه فورا علشان بيكون الغرض منه سرقة البيانات. كذلك الامر لو اتبعت لك لينك بتيجي وانت بتفتح اللينك بيتقال لك ما تكملش فتح اللينك او ما تكملش الدخول في اللينك ده علشان اللينك ده يعني الغرض منه سرق البيانات والمعلومات اللي عندك على الموبايل بتاعك او الداتا كلها اللي على الموبايل بتاعك. فهو بيحاول ان هو ينبهك، ولو في اي حاجه انت دخلت عليها بالغلط بيشيلك الفيروسات او الحاجات اللي هي بتتقل الجهاز بتاعك وبتخلي الجهاز بتاعك يبقى شغال بتقل وبيسخن بسرعه مش بيديك نفس الكفاءه بتاعته. ده كده الغرض من التطبيق وده فايده التطبيق. مشكله التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه ان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه ومفيهوش لغه عربيه ولغات متعدده كتير. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فدايما تنوه بينا على في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولا في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس سواء الايجابيه او السلبيه. وشكرا، السلام عليكم.